وعقيدة ان الاله له ابن دي عقيدة فيها شتيمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. بص ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا. لما حد يقول إن ربنا له ولد دي شتيمة لرب العالمين، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. يعني النصراني لما بيقول إن ربنا له ولد أو ابن دي شتيمة لرب العالمين سبحانه وتعالى. والنصراني مش بس بيؤمن بكده، لا ده بيحتفل إن ابن الله ده نزل على الأرض واتولد من مريم عليها السلام. يعني حضرتك كده فعلا بتهنيه بشتيمة لله سبحانه وتعالى، صح؟ أنت بقى كمسلم ترضاها على نفسك؟ انت ترضى على نفسك؟ ده انت ما ترضاهاش ان واحد يهني واحد لانه شتم ابوك، فازاي ترضى بتهنئتهم على شتيمة ربك والهك اللي خلقك؟ ثانيا، علماء النصارى اصلا بيحرموا تهنئة المسلمين باعيادهم. في رسالة يوحنا الثانية 1:10 بيقول النص: ان كان احد ياتي ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة.